مساء الخير على كل مشاهدي برنامج ساعة مع شيري. برنامج ساعة مع شيري النهارده بيودع سنة قديمة سنة 2022 وبتستقبل سنة جديدة 2023. احنا النهارده موجودين في استضافة دكتور نهى طارق استشارة الجلدية والتجميل والليزر، والنهارده هتقول لكم على عروض حلوة جدا بمناسبة 2023. تعالوا دلوقتي نرحب بالدكتور ونقول لها كل سنة وانت طيبة وعام سعيد عليكي. اهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة وعام سعيد عليكي وعلى كل الشعب المصري. اهلا بيكي يا استاذه شيري، ازيك؟ اهلا بيكي. طيبه. النهارده فرحانين جدا بكاميرا برنامج ساعه مع شيري النهارده موجوده معاكي في الحفله. عايزين تكلمينا اول حاجه عن العروض اللي انت هتقدميها بمناسبه 2023. بصي بقى، احنا بنودع سنه جديده، سنه قديمه وبنبدا سنه جديده ان شاء الله. عايزين نودع بقى مشاكل البشره القديمه ونبدا السنه ان شاء الله ببشره جديده باذن الله. احنا النهارده جايبين عرض كده بمناسبه راس السنه، مجموعه منزليه اقتصاديه، كل مكوناتها مواد طبيعيه، يعني تركيبات طبيعيه، حاجات من المطبخ عندنا وحاجات من الصيدليه. يعني كلها ممكن تتعمل في متناول، اولا في متناول سعرها في متناول الايد، تاني حاجه كل المواد بتاعتها مواد طبيعيه جدا. كل المواد مواد طبيعيه جدا، سعرها في متناول الايد بالنسبه للاسعار يعني اللي موجوده متناوله دلوقتي. بالظبط كده بالظبط. بصي، احنا المجموعه بتتكون من غسول. طب احنا ممكن نمسكه بقى وتكلميني عنه، ده عباره عن ايه الاول؟ بصي، ده الغسول ده جواه فيتامين اي، جواه فيتامين سي، يعني بيفتح البشره بدرجات عاليه جدا، بينظف البورز جامد جدا، بيعمل ريجوفينيشن هو لوحده، بيعمل تغذيه للبشره وبيدي نضاره كمان. من يعني يمكن من اول غسله هم بيبداوا يحسوا ان الغسول بتاعي فرق معاهم. دكتور، الغسول دوت لكل انواع البشره ولا بشره محدده؟ لا، هو بيناسب جميع انواع البشره، لان تركيبه الاساسي تركيب ترطيب ومش ترطيب قوي ما يسمحش بالتزييته زي ما بنقول، يعني مش بيزيت البشره ولا حاجه، هو بس بيرطبها وبيغذيها. طيب ده نستعمله كم مره في اليوم؟ يعني هل مثلا الصبح وبالليل ولا مره واحده كفايه؟ من مره لمرتين. انا بفضل انه في الشتاء ما نغسلش وشنا كتير، ممكن مره واحده، وافضل ان لما نغسل بميه مايله للسقوعه. طيب لو مثلا في كتير من البنات او السيدات بتبقى عايزه مزيل ميك اب، هل دوت ممكن فعلا يزيل الميك اب؟ لا، بصي، افضل انها تستخدم الاول الجزء الثاني من المجموعه اللي هو عن الجزء الثاني. ده الميك اب ريموفر معظمه اللي موجود في السوق، او ده مزيل ميك اب. ده مزيل ميك اب وممتاز. مزيلات الميك اب اللي احنا اعتدنا عليها دايما بتبقى شويه بتسبب احيانا الجفاف شويه للبشره، لان الميك اب نفسه لما من كتر احطه على الوش يوم والتاني والتالت بيسبب جفاف للبشره. احنا لما بنشيل بالميك اب ريموفر بتاعنا، احنا ده فيه فيتامين اي، فيه فيتامين بي، في حاجات كتير قوي بيفقدها الجلد اما بتتحط عليه الميك اب، ده بيعوضها، بيريستور المعادن. خلينا نقول ان هو بيريستور كل المواد الكويسه اللي فقدتها البشره من كتر وضع الميك اب. انا افضل انه بعد الميك اب ريموفر تستخدم الغسول. كلميني عن المنتج الصغير ده. بصي، دي جلسه تقشير منزليه، دي مش كل الناس بتحتاجها، بس احنا بنقول ان كل فتره افري ناو اند ذن الجلد بيموت، فبنحتاج نجدد الخلايا بتاعه البشره. علشان نجدد خلايا البشره احنا لازم نشيل الجلد الميت. دي جلسه تقشير منزليه امنه جدا، لان ما فيهاش اي مواد لا تحرق ولا تلسع ولا الحاجات اللي موجوده، يعني دي حاجه هوم يوز. طب نستعملها ازاي يا دكتور؟ هقول لحضرتك، هي هوم يوز يعني ايه؟ يعني ممكن ان احنا نستخدمها في المنزل، مش شرط انها تستخدم في عيادات. الحاجات البروفيشنال يوز هي بس اللي المفروض تستخدم في العيادات. السوائل والحاجات اللي هي الخطيره بتاعه التقشير انا ما افضلش ابدا تستخدم في البيوت، افضل نستخدم الهوم يوز بالطريقه المظبوطه، صدقيني هيدينا نفس نتيجه العياده واكتر. نغسل بالغسول وبعد كده نحط جزء من الميك اب من جلسه التنظيف. بالظبط كده. اسبوع، يعني مثلا مره واحده في الاسبوع. اهم حاجه في طريقه استخدامه ان انا اغسل بالغسول، شطفت الميه، انشف، بعدين احط الجزء من الكريم اللي هو بتاع التقشير. عندك بقى بعد كده، بعد ال5 أو 7 أيام أو ال3 أيام زي ما الدكتور حددت لها، المفروض انها توقفوا تماما الكريم اللي هو بتاع التقشير، تبتدي تعادل بقى المفعول، بيرطب، تعادل، تغسل بالغسول وبعدين تحط مساء الكريم الليلي. الكريم الليلي ده ترطيب للبشره، هو ده الليلي ده تحفه بقى. بصي حضرتك، الكريم الليلي بتاعنا
ده مليان فيتامينز، مليان مفتحات، مليان كل الحاجات اللي بتريستور الكولاجين، برضو خامات طبيعيه جدا ممكن ناكله عادي، بس احنا اكيد مش هناكله. هي البشره اللي تاكله، هي البشره اللي احنا عايزينها تاكله. بيتحط مره واحده مساء. بنستخدم كريم الشمس والغسول لمده اسبوع او اسبوعين، بعد كده نبدا نستخدم كريم الشمس الصبح والكريم الليلي مساء. في خلال شهر المجموعه دي بجد بتغير شكل البشره تماما، وبتغير لونه، وبتغير ملمسه، وبتغير جودته، بتغير سنه. لو هي عامله بوتوكس، عامله فيلر، هتحافظ لها عليه لمده اطول. دكتور لكل انواع البشره نعمل المؤشر دوت، ولا ممكن مثلا البشره مثلا نقول اللي هي المختلطه او البشره الجافه بس؟ حسب ما يشوف الدكتور. لازم يبقى في زياره للدكتور قبل استخدام حتى المجموعه دي. افضل زياره واحده بس علشان الدكتور يعرفها على طبيعه بشرتها ويقول لها هي محتاجه ايه وتستخدم الحاجه بتاعتها ازاي. دكتور احنا كتير مثلا في الشتاء في بنات بتعاني من جفاف البشره، يعني تقول لك البشره ناشفه، هل الكريم دوت ممكن هو يديها ترطيب كويس للبشره؟ هيديها ترطيب قوي جدا، وخصوصا ان معاه كمان اللي هي الليب بالم بتاعته، اللي هي المرطب الشفايف. من اول استخدام هي بتحس ان شفايفها اتغيرت تماما، والتشققات اللي فيها اتعالجت تماما. ده غير انه كمان هو المرطب بتاعنا بيدي شويه، مش فوليوم بس، بيدي شويه عشان الفيتامين اي اللي فيه مركز، فبيعمل شويه زي حجم مناسب للشفايف. طب دكتور حابه كده تقولي نصيحه لكل بنوته سيده بتشوفنا دلوقتي، وخاصه ان احنا دلوقتي بنودع 2022 وبنستقبل كلنا 2023، تحب تقولي لهم؟ اقول لها الاهتمام هو سر الجمال كله. يبدأي اهتمي. مفيش حاجه، مفيش مشكله ابدا ملهاش علاج او ملهاش حل. كل المشاكل لها حلول، وباكتر من حل كمان. بس اهم شيء انت تعرفي تستخدمي ايه وايه اللي مناسب ليكي وتستخدميه ازاي. بشكرك جدا يا دكتور، وعايزه اقول لك النهارده كل سنه وانت طيبه وعام سعيد عليكم يا رب، وان شاء الله السنه الجايه نشوفك محقق كل امنياتك. اهلا وسهلا بيكي، وكل سنه وانتم طيبين، ونورتينا استاذه شيري، ويعني اتمنى انك تكوني انبسطتي معانا. انا كمان حابه اقول لكل اهلي واصحابي وضيوف برنامج ساعه مع شيري كل سنه وانتم طيبين، وعايزه اقول لكم نصيحه، يا ريت اللي ما قدرش يحقق اي حلم عنده ما ييأسي يا جماعه، عندكم السنين جايه كتير. اللي ما قدرش يحقق حاجه في 2022 2023 ان شاء الله هتكون سنه سعيده عليكم وعلى الشعب المصري كله، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.